والله ده مخزن نشفونا شاف. شوف يا اخوانا، سبحان الله، ناس بتسرق حق الناس وفرحانة انها سرقت ومبسوطة وجارية بحق الناس، وفي نفس اللحظة عندنا عمنا الكبير ده كان بيتوضى وداير يتأهب عشان يصلي الفريضة، يا صلاة الظهر أو العصر. فسبحان الله يعني الفيديو ده جه في توقيت كده، توقيت عجيب جدا جدا. ناس بيسرقوا وجارين بحق الناس، وزول بيتوضى عشان يصلي ويدي الله حقه. طبعا أكيد عمنا ده عنده قناعة إن مال الحرام ما بينفع وما بيوديك لقدام. عشان كده بحكم إنه زول كبير وعنده تجارب وعارف الدنيا دي قسمة، فما ينشغل بالناس الشغالين بيه ده، السرقات والنهب وسرقة القروش والدكاكين في سوق ليبيا. فربنا يعوض الناس اللي في سوق ليبيا ده كلهم كده يا رب. وبصراحة كده الناس اللي بيعملوا فوق ده يا اخواننا ما صح. لو في جهة نظامية بتسرق ما معناتها دي فرصة انك تسرق، وما معناتها هم اللي بيتحاسبوا ما انت. لا، طالما انت سرقت حق الناس وجريت بحق الناس معناتها انت شلت لك حاجة ما حقتك. وبصراحة كده يعني احنا كلنا كده مشتركين في تدمير الوطن، الجيش، الدعم السريع، والمواطن، لأنه المواطنين اللي سرقوا عددهم كبير شديد وبيشمل كل السودانيين. يعني ممكن نطلق إنه السودانيين هم اللي سرقوا الوطن. فحاجة والله محزنة ومخجلة شديد إنه الناس تسرق والناس تبقى زي الوحوش. يعني أي حاجة دارين ينغضوا عليها ودارين يسرقوها. فالناس يا ريت يا إخواننا ما تنظر الحاجة دي، والحرب دي مصيرها حتنتهي، وإنت لو ما حسبوك هنا ربنا شايفك، فده حرام والله. فربنا يطيب النفوس والناس بس يعني تمشي لقدام ودعاية لقدام وما تسرق، ما تشيل حق ناس، وتكون زي عمنا ده صابرة مقتنعة بقضاء الله وقدره. شكرا كثير.